النادي الاهلي ملوش دراع عشان يلويه يا امام عاشور. امام عاشور النادي الاهلي الكبير قوي ملوش دراع عشان حد يقدر يلويه. مش تحمد ربنا انت وغيرك من اللعيبه اللي هم اندر ايج اللي ما جابوش 30 سنه بيقبضوا بالملايين؟ طب المواطنين الكادحين اللي بيقبضوا بقى باقل الالاف بالاف الجنيهات، يعني 3000 و4000، وحامدين ربنا وشاكرين نعمه وبيقولوا الحمد لله ماشي الحال، وهم طالعين عينهم في الدنيا بيقبضوا بالالاف الجنيهات وانتوا بتقبضوا بالملايين وما كملتوش 30 سنه. قمه يعني الطمع اللي من لعيب الكوره بصراحه. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم كرة والسينما، بنحل الكوره والسينما مع بعض يا جماعه. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، مش هتخسر اي شيء. واصحابنا اللي في التيك توك يخشوا على اللينك بتاع اليوتيوب هناك في التيك توك ويشتركوا معانا. ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك كده كده. والاشتراك في القناه مجانا، مش هتخسر اي شيء لو اشتركت في قناه اليوتيوب. طبعا امام عاشور يعني الاحداث الاخيره والساعات الاخيره هنقول لكم على دق التفاصيل. طبعا كان الكابتن وليد صلاح الدين هو والبعثه الفريق في مطار القاهره الدولي، وكان بيتمم على بقيه اللعيبه والفريق، فبيبص لقى ان امام عاشور مش موجود. اتصل بيه لقى موبايله مغلق، وخلى احد اللاعبين يعني مراته، مرات احد اللاعبين على علاقه بمرات امام عاشور، اتصلت بمراته لقيت موبايلها ما بيردش، وبعدين عطاها لها مغلق. وبرضه اتصلوا بوالد امام عاشور الاب القدوه الكبير، برضه موبايله مغلق. فواضح ان القصه متعمده جدا. امام عاشور بيلوي دراع النادي الاهلي، عايز طبعا، واضح كده ان هو بيتكلم في تجديد العقود وان هو زعلان. ومن مصادر المقربه ان هو بياخد 15 او 20 مليون على حد علمنا، فطبعا هو عايز يتساوى بتريزيجيه بياخد 50 مليون، محمود حسن تريزيجيه. فطبعا بيتكلم في تعديل العقد بتاعه. بس انت كده كده يا امام لسه ناقص لك سنتين ونص، سنتين ونص في العقد بتاعك. الاهلي كان هيعملها لك كده يعني تكرما منه، خصوصا كمان ان انت حضرتك كنت تعبان الفتره اللي فاتت، والاهلي ما خصملكش اي حاجه وقت ما كنت عندك اللي هو المرض بتاعك ده، وقعدت يعني شهور من ايام كاس العالم في شهر 6 اللي فات. فطبعا يعني لو كان الانسان اكثر شيئا جدلا، البني ادم طماع ومجادل سبحان الله. واوعى تفتكر يا ابراهيم يا امام عاشور ان انت ممكن تيجي اغلى من لعيبه كتيره قوي عدوا على النادي الاهلي والاهلي مشاهم. يعني ليس منك ببعيد ابراهيم سعيد اقوى مدافع في افريقيا والوطن العربي والشرق الاوسط. ابراهيم سعيد ده يعني اجمل ما رأت عيني كمدافع وهاف ديفندر، وساعات بيلعب مهاجم. كان لعيب مجنون وفذ ابراهيم سعيد، المنتاليتي بتاعته بوظته ومشي اصلا من الاهلي. وصالح جمعه نفس الكلام، العقليه بتاعته. والاحسن منه برضو عبد الله السعيد، كان لاعب محترف وكل حاجه بس طمع الاهلي مشاه. وعصام الحضري في مجده وهكذا. فانت يا ابني الناس انت لسه صغير، ووكيل اعمالك ادم وطني بيضحك عليك. وكده كده اصلا انت كده الاهلي عاقبك وعطاك مليون ونص غرامه، مليون ونص جنيه غرامه، وكمان اسبوعين وقف مع بعد التحقيقات.